شوف اخويا، الناس ديال التعليم على راسنا وعينينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، من بعد ما خرج واحد الفيديو ديال واحد الشخص واللي ملقب بمول الحوت، الفيديو اللي صور فيه واحد الأستاذ ديالو السابق، وقال في الفيديو الإخوان ها واحد الأستاذ كان تيقول لي والله لا تفرطيه، فبحال إلا تزادت واحد العاصفة في وسط المجتمع وتزادت واحد الشرارة ديال العلاقة ما بين الأستاذ والتلميذ وبين التربية والواقع. ناس كتدافع على الأستاذ وناس كتدافع على التلميذ وناس كتقول عيب التشهير إلى آخره. ولكن السؤال اللي ما بغى حتى شي واحد يجاوب عليه وهو كيفاش وصلنا لهذه المرحلة ديال أنه تلميذ يصور الأستاذ ديالو في الشارع العام؟ لاش؟ باش يرد على واحد الكلمة قديمة اتقالت له. فاليوم حنا ما جينا نحاكمو لا الأستاذ ولا التلميذ، جينا نفهمو علاش كلمة وحدة قادرة تبقى تعيش في الذاكرة ديال الإنسان سنوات وقادرة ترجع في واحد النهار غير متوقع. فالخلاف ما بقاش بين الأستاذ والتلميذ فقط، ولكن دخلوا المتدخلين كاملين. شي كيقول التلميذ غلط، ماشي هاد الطريقة باش كنردو. وحدين اخرين كيقولوا الأستاذ هو اللي زرع ديك البودرة أو البودرة بالكلمة ديالو. والقصة ماشي في مول الحوت وماشي في الأستاذ اللي في الفيديو، ولكن القصة في العلاقة اللي تغيرات بين الأستاذ والتلميذ. زمان كان الأستاذ عنده هبة، كلمته كتمشي، ولكن في المقابل كان احترام متبادل وكان الحوار وكان الحنان التربوي. دابا المجتمع تبدل، التلميذ ولا واعي وعنده جرأة وعنده صوت، ووسائل التواصل ولات سلاح بين يديه. ومع هذا التغير هذا بزاف ديال الأساتذة مازال ما تأقلموش مع هذا الجيل الجديد. وخير دليل إلا عقلتوا على داك الفيديو ديال واحد الطفل صغير اللي قال الأستاذة ديالو من بعد ما كتشرح ليه كيفاش كيتكتب واحد الحرف، وهذه قال لها كتغوتي. هو فيديو بسيط ولكن بين لنا بزاف، بين أن الجيل الجديد ما بقاش كيخاف، كيواجه وكيجاوب وكيبغي يفهم علاش كتصرف معاه بهذه الطريقة. بين أن العلاقة تبدلات وأن صوت التلميذ ولا حاضر سواء عجبنا أو ما عجبناش. وهذا أكبر درس خاص التربية اليوم تستوعبه، أن التواصل تغير، والطريقة القديمة ما بقاتش تنفع مع جيل اللي كيعيش يوميا مع الشاشات وكيقارن وكيلاحظ وكيحتفظ بكل لحظة في التليفون ديالو قبل ما يحتفظ بها في راسه. فأشنو كيعني هذا؟ كيعني أن كلمة بحال والله ما غادي تطفرو، انت مكلخ، سكت، سد فمك، ما بقاتش كدوز كيف ما داز الزمان، ولات كتجرح وكتخلي آثار، وبعض المرات كترد الفعل كيرجع أقوى من هذيك الكلمة. وهنا نوصلوا لواحد الحقيقة اللي خاصنا نقولوها بلا خوف. الأستاذ عنده الحق يوبخ، ولكن ما عندوش الحق يهين شي تلميذ، لأن التوبيخ كيصلح. أما الإهانة فكتولد واحد الجرح اللي كيعيش لسنوات.
ولكن حتى التلميذ راه التشهير ماشي طريقة، وتصوير الأستاذ في الزنقة ما عمرو كان احترام أو لا رد اعتبار، لأن الكرامة ما كترجعش بالبوز، كترجع بالوعي وبالكلمة اللي كتوصل الرسالة بلا ما تهدم الإنسان. المشكل اليوم ماشي شخص ضد شخص، ولكن المشكل هو واحد الثقافة كاملة اللي فيها سوء فهم كبير. واحد كيحس أنه مظلوم من كلمة قديمة، وواحد كيحس أنه تشوه قدام الناس على كلمة كان قالها في واحد الوقت في غفلة منه ربما، والناس بيناتهم كيصفقوا مرة هنا ومرة هنا. ولكن فين مشات الحقيقة؟ الحقيقة مشات في وسط هاد الغوات وهاد الصراخ ديال الناس. فالمدرسة إخواني أخواتي خاصها تكون واحد المكان اللي هو آمن للتعلم، آمن الحوار، وآمن للأخطاء كذلك، لأن الأستاذ الحقيقي ما كيقتلش صوت التلميذ، بالعكس كيسقلو، والتلميذ الحقيقي كذلك ما كيشهرش بالأستاذ ديالو، بالعكس كيحاور وكيحترم. فاليوم إخواني أخواتي ماشي وقت اللوم، اليوم وقت اللي خصنا نرجعوا لواحد الحاجة بسيطة ولكن مهمة، وهي الكلمة راه مسؤولية. الكلمة اللي كتجرح ما كتبقاش غير لحظة، كتعيش في القلب سنين. والفيديو اللي كيحاول يرد الجرح فما كيخلق غير جرح جديد. الأستاذ راه إنسان كيخطأ، والتلميذ حتى هو إنسان اللي يقدر يجرح، ولكن الهيبة والاحترام والقدوة خاصها تكون من الطرفين. وفي آخر المطاف إخواني أخواتي ما يبقى لا أستاذ ولا تلميذ، كيبقى إنسان كيأثر في إنسان، والكلمة يا إما تفتح باب يا إما تسد طريق. فخليو كرامة الآخر خط أحمر، وخليو التربية واحد الفعل اللي هو نبيل ماشي ردة فعل، لأن الصوت اللي كنقمعوه اليوم يقدر يكون هو العقل اللي غادي ينور غدا. ومن جهة أخرى التلميذ حتى هو عنده دور ماشي بسيط، احترام الأستاذ ماشي ضعف، والصبر ماشي خوف، والكلمة الزايدة ماشي مبرر باش يطيح المستوى. التلميذ اللي كيعرف يعبر بلا سبان وبلا تشهير وبلا ما يستغل التليفون ديالو باش يفضح، هو تلميذ غادي ينجح في الحياة ديالو أقبل الدراسة، لأن الاحترام ماشي واجب على الأستاذ بوحدو، فهو مسؤولية مشتركة، والمستقبل كيصنعوه بجوج، لا الأستاذ ولا التلميذ. تحياتي لكم وخليكم ديما واعي.